الدكتور محمد برغو، الرئاسة المشتركة لكلية التربية في جامعة كوباني ومسؤول اللجنة العلمية في المؤتمر التربوي. سيتم انعقاد هذا المؤتمر التربوي الأول والدولي في جامعة كوباني بتاريخ 19-20 أكتوبر. سيتضمن هذا المؤتمر 3 محاور. المحور الأول هو تكنولوجيا التعليم ومنتجات الثورة الرقمية، والمحور الثاني سيتضمن التحديات التربوية في مؤسسات التعليم، والمحور الثالث سيتضمن تطوير المهارات الحياتية ويعني البحث والابتكار في عملية التعلم والتعليم. سيكون هناك فترات استراحة في هذا المؤتمر وسيستمر لمدة يومان. طبعا الغاية والهدف من هذا المؤتمر هو فتح قنوات اتصال بين جامعة كوباني والجامعات الأخرى، وسيتم إشراك عدد من الباحثين أصحاب الخبرات التربوية في دول مختلفة منها السعودية واليمن وكذلك ليبيا والجزائر والعراق وألمانيا وأمريكا. سيتم أيضا سيتضمن هذا المؤتمر أيضا محاضرة بالاختصاص التربوي، محاضرة افتتاحية في اليوم الأول، وكذلك محاضرة افتتاحية تربوية أيضا في اليوم الثاني، وتليها عدد من الأبحاث، على أمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة إيجابية وجيدة في سبيل تطوير هذه الجامعة وفتح قنوات اتصال بين جامعة كوباني وجامعات الدول العالم ككل، وتبادل أيضا الخبرات الثقافية أو كما يسمى التبادل الثقافي. سيكون نقطة تحول، ستكون على أمل أن تكون هذه نقطة إيجابية في الاستفادة من الأخطاء التي مرت معنا خلال السنوات الماضية، والاستفادة منها من أجل الاستفادة أيضا من تجارب الدول العالم المختلفة في سبيل تطوير هذه الجامعة. وشكرا.